كل سنة وانتوا طيبين. رمضان خلاص قرب على الأبواب. بالمناسبة دي أنا حبيت أعمل معاكم صنف كنافة. هو صنف قديم قوي، عائلات مصر القديمة كلهم يعرفوها. الكنافة بالجبنة الريكوتا. كانت جدتي دايما كل رمضان الله يرحمها تحب تعملها لنا قوي، واحنا كنا بنحبها من ايدها جدا. انا كنت بساعدها فيها، فانا كنت عارفة الوصفة بالظبط. هعملها معاكم دلوقتي بطريقة سهلة ومبسطة، وبتطلع طعمها زي بتاعة المحلات وأحلى كمان. هنبدأ مع بعض الأول إن احنا بنعمل الشربات. الشربات عادة بيبقى مرتين السكر قد مرة مية. يعني كوباية سكر حطيت عليها نص كوباية مية وعصرة ليمون، بنسيبها على النار لغاية ما تدوب، وخلاص كده الشربات جاهز، بنسيبه على جنب لغاية ما يبرد. انا جبت الكنافة، لو الكنافة مجمدة بتبقى احسن، انا دي كنت الكنافة جايباها لسه حالا فما كانتش مجمدة. يعني بتضايق شوية في التقطيع، بتبقى محتاجة صبر، بس كل ما تقطعت صغير كل ما كانت احسن. وممكن نقطعها بالمقص برضو، بالمقص بتبقى اسهل كتير. انا قد ما اقدر قطعتها صغير، شوية بايدي شوية بالمقص. اهم حاجة انها قد ما نقدر نطلع التقطيعة صغيرة، لان هي كل ما كانت صغيرة كل ما كانت انعم وكل ما كانت احلى. بعد ما بنخلص تقطيع انا حطيت على 400 جرام كنافة كوباية سمنة كاملة سايحة. بقلب كويس وبتأكد ان السمنة وصلت لكل الكنافة وغطيتها تماما، وببدأ احضر الحشو. الحشو هنا انا معايا 8 كيلو جبنة ريكوتا، وبحط عليه قشطة زي ما انتوا عايزين. انا جدتي كانت بتحط قد ريكوتا قشطة. انا حطيت على التمن 3 معالق كبار، وحطيت عليهم نص كوباية سكر. بقلب كويس وبتأكد ان كله اتمزج ببعضه كويس، القشطة دخلت في الريكوتا، اتقلبت كويس في السكر، وكله بقى نسيج واحد واختلط ببعضه تماما. بعدين هي بنبدأ نجيب صينية مدورة. أنا فضلت أعملها مدورة علشان تبقى شكلها زي بتاعة المحلات. however دي حاجة بتاعتكو. أنا دهنت الصينية دي سمنة، وبعدين ببدأ أقسم الكنافة اللي أنا كنت خلطها بالسمنة بتاعتي نصين. النص الأولاني بحطه تحت وبتك عليه بإيدي كويس، وقد ما بقدر بعلي الأحرف عشان الحشوة ما تطلعش وما تلمس الصينية. قد ما تقدروا تحاولوا تطلعوا كنافة رفيعة. كل ما كانت الكنافة رفيعة كل ما كانت أحلى، وكل ما كان شكلها أحلى. بنتك عليها كويس، لو في أي فراغات أو كده نملاها. وبعدين بنوزع الحشو بتاعنا على كل الكنافة ما عدا الأحرف. قد ما نقدر نحاول ما نخليش الجبنة والقشطة يوصلوا للأحرف، لأن لو وصلوا لحرف الصينية هتتحرق أو هتكرمل كده شوية، مش هتبقى لذيذة. وبعدين بنحط بقية الكنافة على الوش. وبرضو بنبدأ نبططها بإيدنا قد ما نقدر، بحيث ان الكنافة تطلع رفيعة وحلوة. لو طلعت الكنافة تخينة مبتبقاش حلوة قوي، وحتى بتبقى بتضايق، يعني بيبقى طعمها مش احلى حاجة. انا كده خلاص خلصتها وبدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبشغل المروحة عشان تاخد لون حلو. اول ما بتطلع بيبقى الشربات بتاعي خلاص برد. ببدأ اوزع الشربات بتاعي على كل الكنافة. اتأكد انه وصل لكل حتة، لان الشربات جزء اساسي من طعم الكنافة، علشان احنا طبعا كنا مقللين السكر. فالشربات هو اللي هيظبط الطعم، وكمان هيظبط التكتشر بتاع الكنافة نفسها. لما الكنافة بتاعتي بتبرد او تستهدى، يعني مش لازم تبرد تسقع، ببدأ اقلبها، وبيبقى هو ده شكلها زي ما انتوا شايفين. لونها حلو جدا وشكلها بالظبط زي بتاعة المحلات. انا بقى ببدأ ازوقها بشوية مكسرات لو عايزين، لو مش عايزين كده حلو. انا جدتي برضو كانت بتحب تحط على وشها لوز تغرزه في الكنافة. فهي كده خلصت، وكل سنة وانتوا طيبين والف هنا.